بموقعه المتميز في القطاع الجنوبي لعاصمة البوغاز طنجة، وعلى مقربة من الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، تم تشييد هذا الصرح الطبي والعلمي المتفرد على الصعيدين الوطني والقاري على مساحة إجمالية تبلغ 23 هكتار، منها 110 ألاف متر مربع مغطاة، بمقربة من المركز الجهوي للأنكولوجيا وكلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنية الصحة. تميز عملياتي في خدمة الصحة بجهة طنجة طوان الحسيمة يجمع بين الابتكار والنزاهة والأخلاق والالتزام والجودة، وهو تجسيد للعناية الملكية الفائقة والرعاية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الصحة ببلادنا وموارده البشرية، بغية تأهيلها والرفع من كفاءتها وتجويد خدماتها المقدمة لفائدة المواطنين. فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة وضعت الأوراش والمخططات الإصلاحية الكبرى الإنسان في صلب الاهتمام وفي قلب السياسات العمومية في إطار ميثاق وطني من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن وتعززت بجيل جديد من الإصلاحات والأوراش في وضع بلادنا في مرتبة أرفع على سلم التنمية والحداثة، دينامية تندرج في إطار إرادة ملكية راسخة لضمان تنمية شاملة ومندمجة وإرساء عدالة اجتماعية ونظام المساعدة الطبية وابتكار واعتماد أدوات إدارية حديثة وفق المعايير التدبيرية التي أثبتت نجاعتها في القطاع الخاص، ولتنزيل الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية. ووفقا للتعليمات الملكية السامية تم اعتماد 4 دعائم وركائز أساسية تتمثل في تثمين الرأسمال البشري وتأهيل العرض الصحي وتشكيل نمط حكامة جديد وخلق منظومة معلوماتية مندمجة متمحورة حول الملف الطبي الواحد. دينامية إصلاحية كبرى يأتي في قلبها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطلق عليه اسم جلالته الكريم، وذلك اعتبارا للمكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الصحي وللعاملين به. فالمركز اختار نهج طريق التميز العملياتي ليكون بذلك رافعة للمنظومة الصحية الجهوية وخدمة المرضى والمرتفقين وجل الساكنة وكذلك الطلبة المتدربين وفقا لمهامه المقررة استنادا للقانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية. فالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة جوهرة المراكز الاستشفائية بعمارته المتفردة التي تجمع بين ما هو مغربي أصيل وعصري ومطابقته لأعلى مواصفات الجودة البيئية. تم إنجاز هذا المركز على يد كفاءات مغربية خالصة وإدارة مفوضة للمشروع من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ورصدت له استثمارات تفوق قيمتها 2.4 مليار درهم ممولة من ميزانية الدولة والصندوق القطري للتنمية. فهذه البنية الاستشفائية تعد من الجيل الجديد بطابعها العصري من خلال هندستها وجودة العلاجات التي تقدمها وإدماجها لتكنولوجيات دقيقة ومتطورة. فالمستشفى الرقمي الذي جهز به المركز يساهم في دمج المنظومة المعلوماتية الاستشفائية محورها تقديم أفضل خدمات الرعاية للمريض، بدءا من وضع الملف الطبي الموحد للمريض، وهو نظام اطلع على خصوصيات جلالة الملك، نظام يتضمن معلومات لتدبير قائمة الانتظار وفتح الملف الطبي مع إصدار بطاقة فردية خاصة بالمريض برقم تعريف جهوي، ونظام معلوماتي لأرشفة وثائق المريض وحفظها في ملفه الطبي. وانطلاقا من مكوناته وأقسامه وتخصصاته يتطلع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمهام العلاج، حيث يقدم الرعاية من المستوى الثالث والرعاية العامة والمتخصصة والجد متخصصة للمرضى في حالات الطوارئ أو في حالة الأنشطة المبرمجة، بالإضافة إلى اطلاع المركز بمهام التدريس والتي يقدمها بشراكة مع كلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريض وتقني الصحة
وغيرها من الهياكل التعليمية العامة أو الخاصة، ليسهم بذلك في التعليم الطبي والصيدلاني الجامعي.